احنا في واحد من اجمل الاماكن السياحية الموجودة في مدينة وارسو عاصمة بولندا. زي ما شايفين كده الجمال على مساحة 76 هكتار، حدائق لازينكي. لو نفسك تهرب من دوشة المدينة وتدخل عالم كله هدوء وجمال طبيعي، يبقى حدائق لازينكي في بولندا. ولازم تكمل الفيديو ده للآخر عشان تشوف جمال الطبيعة في بولندا عامل ازاي. المكان ده مش مجرد جنينة، ده تحفة فنية على الأرض، وده واحد من أكتر الأماكن اللي تقدر تشوف فيها الطبيعة عاملة ازاي في بولندا. ولو جيت في فصل الربيع أو فصل الصيف هتلاقي الخضار زي ما انتوا شايفين كده. جمال الطبيعة في بولندا عامل ازاي، وفي مية هنا وبط، في حاجات كتير قوي هنا تقدر تستمتع بيها، تتمشى. شايفين الطريق قد ايه؟ السنجاب عشان متعود على الناس وقاعد بياكل، وانا قربت منه ولا خايف ولا اي حاجه. شفت وصلت ليه؟ ما زال قاعد هناك بياكل. الله على الجمال والطبيعه والخضار اللي في كل مكان. اكتر حاجه هتحس بيها هنا هي الراحه النفسيه. وانا بتمشى شفت الناس قاعده بتقرا كتب، بتتصور، بتتمشى في هدوء وكأن الزمان وقف تماما. ولو كملت مشي شويه هتلاقي قصر لازينكي اللي في نص الجنينه، شكله ملوكي فعلا، وتحس انك رجعت العصر تاني خالص. القصر اللي ورايا مبني فوق بحيرة زي ما شايفين كده. ايه الجمال ده كله! يعني فن المعمار والتصميم عملوا القصر فوق البحيرة. كل زاوية في المكان تحسها معمولة عشان تتصور، سواء قعدت تحت الشجر أو الكباري الخشب الصغيرة اللي على المية أو حتى التماثيل المتوزعة في كل مكان. يعني لو رايح بولندا لازم تعدي على حدائق لازينكي، وقت معاك قهوة أو كتاب أو حتى كاميرا، واستعد عشان هتعيش لحظات مش هتنساها أبدا. ولو مش هتروح اعمل القهوة الجميلة بتاعتك واتفرج على الفيديو، وما تنساش اللايك.